اذا السلام عليكم اخوان الاخوات والحباب وكاع متابعي كره، فجينا في فيديو جديد غادي نتكلموا على المنتخب المغربي. عنده مباراة سهلة امام المنتخب ديال النيجر، منتخب ضعيف، منتخب عنده امكانيات وقدرات كبيرة. اذا هذه المباراة هذه خصنا نديروا واحد التشكيلة تكون متوازنة، في نفس الوقت نعطيو فرص للاعبين جداد اللي باغيين نشوفوا المستوى ديالهم واش يكونوا معنا في الكان ولا، في نفس الوقت نديروا لاعبين اساسيين. والتشكيله اللي خصها تبدا، اول حاجه عندنا مشكل في الدفاع. من بين هاد المدافعين كاملين اللي استدعاهم وليد ركراكي، كاينه جوج ديال المدافعين اللي كيستاهلوا يعني، اكرد وداري اللاعب اللي نقدر نقول لك هذا هو اللاعب الواحد اذا كان جاهز 100% ما تخافش عليه في الدفاع ديال المنتخب المغربي. الباقيه اليامق ما كيستحقش يكون في المنتخب. راه شفتوا المباريات الاخرى، سيروا رجعوا للمباريات الاخرى شوفوا كيفاش عانى اليامق في المباريات الاخرى. كذلك مثل لاعب ماسينا لاعب ضعيف في واحد كونتر واحد. يعني يجوا مباريات اللي عادي يكون المهاجمين ديال الخصم قويين وعادي يضغطوا عليه، لاعب كتقدر تإليمينيه في البلاصه. باش نقولوا واقعيين، شكون لاعبين اخرين؟ اذا هادو من اللاعبين. وكاينين لاعبين مدافعين اللي انا في نظري بدر بانون، بالمقدم، العسل، الى جا، هذو هما المدافعين اللي صراحه الله اللي خصنا نوجدوهم اذا كانوا واجدين 100% نكن. اما هاد المدافعين ابار اكرد وداري، الا المدافعين الاخرين كاملين صافي الله يعاون الشغل ما كاينش. نجيو الاطراف خصنا نجربوا ديك الكرواني، لان الكرواني انا بصراحه اللاعب هذا ما كنشوفش فيه داك اللاعب اللي غادي فيه خصائص الكره الافريقيه. كيبان لي لاعب ظريف، اللعب ديالو ماشو اكريزيف، ماشو في الالتحامات قوي. والكره الافريقيه انتم كتعرفوا الكره الافريقيه ابار الكره ما كايناش الكره بوحدها. الكره الافريقيه الخصائص ديالها بوحديتها، فيها الاندفاع البدني، فيها الجرة، فيها طلع على حساب الكره شكون ياخذها. هذه هي الكره الافريقيه. بالتالي هذا اللاعب هذا انا ما كنشوفش فيه داك اللاعب، نعطيوه فرصه، ولكن ما كاينش فيه داك اللاعب اللي يقدر يفيدنا في الكان. ظاهر ايمن كنظن ان نجربوا الشيبي تماك، لان الشيبي شحال نجربوا، لان مباراه ماشي مباراه كنظن ان خصها تكون متوازنه. نعطيو فرصه للحرار بعدا في الكور، لما لا. وسط الميدان كنظن ان المرابط غادي يكون متواجد، ما عندناش شي لاعب غير المرابط في ديك البوست هذاك. واخا انا بصراحه الله كان كيخصنا نجربوا لاعبين كثار في ديك البوست هذاك من غير المرابط، ولكن دابا ما كايناش فرصه باش انا كنجرب. قدامهم خصني يدخل ديك العيناوي نشوفوه، لاعب عنده امكانيات كبيره، ربح للمغرب. وندخلوا السيباري، لان السيباري هو اللي داك اللاعب اللي غادي يعطيك من الخصائص الكره الافريقيه. دائما في الاختيارات ديالك خصك تمشي للخصائص ديال الكره الافريقيه والمتطلبات ديالها. السيباري البنيه الجسمانيه ديالها في الارتقاء في الاندفاع البدني غادي يعاونك. والناحيه الجاهزيه جاهز للاعب الخنوس ولا اللاعب شو سميتو اللاعب وناحي. الهجوم ابراهيم دياز على الجهه اليمين، والجهه الشمال بن صغير، حاجه واضحه. والهجوم خصو يكون ايوب الكعبي. حيد عليا نصيري ما كيستحقش يكون في المنتخب، وما يستحقش يكون اساسي في المنتخب، لا هو لا ديك السنه دي انا ما كنشوفش فيه لاعبين غيكونوا مفيدين. كان مليوي كان كيخصو يكون هنا، مي ما كتبش مليوي كيستحق يكون مع الكعبي، والراحمي حتى هو كيستحق يكون، اما الاخرين ما كاينش. اذا هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنوا من الله نشوفوا المنتخب بان ستيل دوجو يكون مزيان، يكون الخطوط متقاربين، يكون المنتخب يعطينا الاريحيه، يعطينا الاطمئنان في هذه المباراه هذه، لان جايين مباريات حاسمه والكان قرب. هادشي اللي كاين الاخوان. ما تنساوش تدعمونا بلايك، وعطيونا الراي ديالكم بخصوص هذه التشكيله اللي اخترت، وهاد الراي اللي عطيتهم بزاف ديال اللاعبين، واش نتوما كتفقوا معايا ولا لا؟ تهلاو لي فراسكم.